سيد الرئيس، تحدثتم يعني عن المدة اللي باش تبقى التحديث عليها، أن المدة هذه صعيبة في تاريخ تونس، هذه المرحلة الانتقالية. سيد الرئيس، هناك العديد من التساؤلات تطرح عن تقسيم السلطات يعني بين رئيس المجلس التأسيسي وأيضا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذه المرحلة، وذلك وفقا طبعا يعني وفق ما جاء في القانون الأساسي. في القانون الأساسي ما فماش تقسيم للسلطات يعني بالمرحلة الانتقالية هذه. ما تعقيبكم على تو تقدر توقع عليا السؤال هذا باش نقول لك لا ما ثماش، ما ثم. لا توصي تيم على نواح ولا توصي واحد جاي تغطي على الجرائم، على الفساد، على الظلم، على وما تنجمش كن فيكون. هذه من اختصاصات سيدي حمادي الجبالي، مش من اختصاصات البشر. ايش يقول سيدي حمادي الجبالي وهو اللي يتحكم في قراراته. وانا اللوم على رئيس الحكومه في الوقت الحاضر انه احيانا تخلى عن مسؤوليته، وانا اطالبه باسم الوطنيه وباسم تونس ان يرجعوا لمسؤوليته. ثماش دوله تعيش بدون رئيس حكومه قوي وفعال ومحترم، وانا وكل من معي سنسعى الى اعاده الاعتبار. انا باش نمشي لهم باش نقول لهم بكل وضوح: نحن بامس الحاجه اليكم وانتم بامس الحاجه الينا. حيث انا عندي يعني تعاطف كبير مع سيدي ربي حمادي الجبالي، اللي نعتبر انه ظلم وظلم. لكن انا خليني ما نقعدش ندربك له برشا، بالكش تطلع له النمنمه في راسه. فهمني، من الاحسن انه يبقى متواضع، ونحن ايضا نبقى الشيب المتواضع. بعد اداء اليمين الدستوريه تعهدتم ان تكونوا رئيسا لكل التونسيين. عمليا كيف سيكون ذلك سيد الرئيس؟ وكيفاش باش يترجم هذا على ارض الواقع رئيس لكل التونسيين؟ هي معادله صعبه في كل البلدان، يعني مش فقط في تونس. اولادنا وبناتنا ونعتز بهم ونفخر بهم ونقول لهم الينا بالعكس. المعارضه اللي هي ما عندهاش الحق في حريه الراي والتعبير، في الاليه للتشاور الدوري، شاورهم وخالف عنهم. لان وقت اللي تعاني 20 سنه من مؤسسه وتشوف ما الحقته باقرب الناس ليك من اصدقائك من كذا، يعني انسانيه تنجم تكون حفيظه. ولهذا انا بدات في عمليه استعراضيه باش تجي تلفزه وتورز اللي انا فهمني نسلم على ميا الجريبي ونسلم على احمد ابراهيم. اليوم احنا في تونس لسنا لا في نظام برلماني ولا في نظام رئاسي. اللي يحكم هو المقربين، اصحاب الشأن، اولاد الجهه، اولاد العم، اولاد الخال، اولاد كذا. لكن ايضا هذه المؤسسه احزاب المعارضه بين ظفرين يلزم تتحط على السكه، وان خلافاتها السياسيه ستحصر باش نجموا نتفرغوا للمشكله الكبرى اللي هي المعضله الكبرى اللي هي الكاسه. ماناش قاعدين ندخلوا في الفلوس، ماناش قاعدين نعبيوا في الكاسه، والكاسه قاعده تفرغ. وهالكلام هذا راني رددته برشا مرات. كان المفروض انهم يرجعوا ايضا لكامل كلامي اللي قلته في طيله الاشهر. ايش كنت نقول وايش ما زلت نقول وايش باش نقول دائما وابدا. يكفينا من الأسباب الموضوعية للخصام حتى لا نفتعل أسبابا ليس لها أهمية تذكر. خوفا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والجيش والأمن وكذا فيما يخص حرية الرأي والتعبير، يعني ما عندهاش أهمية كبرى. لأنه التوانسة لازم يعرفوا اللي يعني هذه فكرة أنه لازم يكون عندنا إعلام مثالي نموذجي غير ممكن، فكرة خايبة. هذا انتهى. لأنه الحكومة اللي داخلة هذه شنو ذنبها ما زالت حتى تسقف الركاب. اصبروا عليها هذه كلها الماضي التعيس هو اللي خلانا هالتركه الثقيله. المهم انه البوليسيه دايرين بينا يعني تستنى في الصحيح، ما ثماش تكركير، ما ثماش تاخير، ما ثماش تعطيل. وانا نعتبر هذا الهيكل اللي قاعد يودي وظيفته الان يعني يجمع كل الطاقات على ان احيي فيهم ان شاء الله روح الامل يعني وروح المواجهه. لانه البوليسيه والحمد لله قويه، وستظهر انها ما زالت قويه وقادره على رفع كل التحديات. اعطيهم ثقتكم، اعطيهم الوقت، ولن يكون الا الخير لهذا البلاد. تحيا تونس.